بما ان خلاص المونديال مولع من الماتش الافتتاحي لحد الماتش النهائي، يبقى لازم ولابد يكون فيه مفاجآت. وطبعا طبعا مفاجآت المونديال ده كانت لا توصف. تعال احكي لك، بس قبل ما احكي لك انت بتسيبني وتمشي كل مره. لا انزل على اللايك وسبسكرايب وكومنت، قول لي فيه مين المنتخب اللي عايزه يكسب كاس العالم. معلش انا لو بتقل عليك، في حلقه عملناها عن دور المجموعات ممكن ترجع تشوفها وتربط الحوارات دي كلها ببعض. في الحلقه دي هقول لك اللي حصل من دور ال 16 في كاس العالم لحد النهائي، ونبدا ماتشات دور ال 16 بماتش الارجنتين واستراليا واللي خلص 2-1 لصالح الارجنتين. بس لولا الحظ ابن الهرمه كان ممكن استراليا تعمل مفاجاه، بس ده ما حصلش لان تحس ان هو مش تمام كده، في استهتار وعدم تركيز. المهم يعني ان كان في حاجه مريبه في الموضوع. انا معاك ان الارجنتين تكسب بس مش بالاداء ده، والصراحه برضو مش عارف ايه اللي الاستراليا عملوه في حياتهم يخلوهم يطلعوا دور ال 16. هيعملوا ايه يعني؟ في مثل عندنا احنا كمصريين بنقوله لا مؤاخذه يعني عملنا للخرا ساعه، اهو ده بالظبط ينطبق على منتخب استراليا. بس عادي بقى صديقي، وما كده خرجوا، فبلاش نجيب في سيره الناس وهي مش موجوده. نخش على الماتش اللي بعده واللي كان ما بين هولندا وامريكا واللي خلص 3-1 لصالح هولندا. هو الصراحة هولندا تستحق تصعد، بس مش عشان اللعيبة الوسخة دي، والله كله عشان تعب الراجل الكبارة ده لويس فانغال. الراجل عامل شغل وتكتيكات ولا أجدعها صنايعي، بس العيال اللي تحت إيده محتاجة تسوية شوية. يعني ممكن نقول مع السنين الجاية إن منتخب هولندا هيبقى أقوى وأقوى مع زيادة خبرات اللعيبة الشباب اللي عندهم. معلش يعني بس في السؤال ده معلش، أمريكا طلعوا دور ال 16 تعمل إيه؟ حتى في الكورة واخدينها غصب. يا عم لو عديت من دور ال 16 هتعمل إيه؟ هتقابل الأرجنتين؟ هتكسب الأرجنتين؟ لا طبعا، هيعملوا منك أسفل، وهتبقى زيك زي الكوره، لعيبه الارجنتين بتشوطها وبتجري وراها. بعدين منتخب امريكا ده كله انا ما عادش فيه غير ولا بريزيتش بتاع تشيلسي، غير كده ما اعرفش. المهم نخش على الماتش اللي بعده واللي كان ما بين فرنسا وبولندا واللي خلص 3-1 لصالح فرنسا، ودي طبعا نتيجه طبيعيه جدا جدا جدا، وكل الناس متفقين على ده بلعيبه بولندا بمدربهم بشعبهم، وبالذات بعد الولا مبابي عملوا فيهم. الواد ده قليل الادب ومحدش رباه، الولا عمال يرزع في اللي رايح واللي جاي ومحدش مالي عينه، واللي بيجيله على سكه بيدوسوا. واللي يضحك اكتر بقى ان بولندا كانت مستسلمه لابعد حد ممكن. مش مهم عندهم ان هم يخسروا، اهم حاجه ما يخسروش بفضيحه. نخش على الماتش اللي بعده واللي كان فيه البرازيل وكوريا. الماتش ده ما كانش فيه كلام كتير لان البرازيل خلصت الكلام من قبل ما نقوله، ومحدش كان يقدر يفتح بقه بما فيهم لعيبه كوريا. العيال بتاعت كوريا خدت الاربعه صايمه بكل احترام وادب، كان ممكن يخش فيهم الخامس والسادس، بس لولا دلع لعيبه البرازيل ورحمه ربنا طبعا. بس العيال بتاعت كوريا قال لك لا احنا مش هناكل الاربعه صايمه، احنا لازم نجيب جون كحفظ ماء الوجه يعني. وبكده الماتش يخلص 4-1 لصالح البرازيل. نخش على الماتش اللي بعده واللي كان ما بين البرتغال وسويسرا. المفاجأة بقى ان سويسرا كانت ال6-1 في سكوت تام. هتقولي يا سويسرا ممكن كانت تعمل ايه يعني؟ هو الاستغراب مش ان هي خسرت، الاستغراب ان هي خسرت 6-1. يعني الاستغراب مش من الخسارة، الاستغراب كله من النتيجة، لان الماتش اللي قبلها على طول كانوا بيلعبوا صربيا وكانوا عاملين معاها حرب على اللي يصعد تاني في دور المجموعات. بس بجد كانت ارخم حاجة في الماتش ده ان رونالدو ما لعبش اساسي، وده كان سبب كبير جدا انه ما جابش اجوان في الحفلة دي. نخش على الماتش اللي بعده واللي كان اكبر مفاجأة في دور ال 16، المغرب واسبانيا. من الواضح ان لويس انريكي مدرب اسبانيا او اللي كان مدرب اسبانيا كان عنده حته تعالي وشويه غرور، وكان عنده وهم في افكاره ان الماتش بالنسبه له هيكون سهل، وان تاهل المغرب كاول مجموعته ما كانش اكتر من مجرد صدفه. بس لو كان رجع بزمن بس ماتشين كان هيعرف ان لولا الحظ والصدفه ما كانش هيبقى يتاهل لدور ال 16. كان تاني مجموعته ورا اليابان، ودي كانت بمثابه اكبر علامه تحذير للويس انريكي ولاعيبته. بس المغاربه الصراحه علموا انريكي درس اخلاق عمره ما اتعلمه في حياته، ان الماتش يروح لضربات الجزاء والوقت الاضافي ده كان كفيل ان يقتل لعيبه اسبانيا بدنيا. وبعد ما دخلوا على ضربات الجزاء وهم المفروض متضربين على 1000 ضربه، ده حسب اللي قاله انريكي، وعشان كده المغرب تكسب 3-0 بدون تسجيل اسبانيا اي ضربه. وطبعا مع صعود المغرب ده يزداد الطموح اكتر، وتكون طموح المغاربه انهم يوصلوا لنص النهائي مش ربع النهائي بس، ودي كانت دعوات الشرق الاوسط كله. نيجي بقى لاخر ماتش في دور ال 16، كرواتيا واليابان. بدون كلام وفرهده كتير الماتش ده كان ممل، والله العظيم الماتش ده كان يخنق لدرجه عجيبه. ممكن يكون الماتش ده اسوأ ماتش في النسخه دي من كاس العالم. ملخص الحوار ان الماتش ده خلص 1-1 وقت اصلي واضافي، ولما راحوا لضربات الجزاء كرواتيا كسبت 3-1. وبكده نكون خلصنا ماتشات دور ال 16. ننط بقى على دور الثمانيه. بدايه ماتشات دور الثمانيه كانت ما بين البرازيل وكرواتيا. لعيبه البرازيل في الماتش ده قدمت شوط اول اسوأ ما يكون، لكن في نفس الوقت كانت الكره كانت تحت رجليها
عليهم معاهم يعني، بس ما بيعملوش بها اي حاجه. حتى لما تيجي ترجع تتفرج على ملخص الماتش تلاقي هجمه واحده في الدقيقه حاجه و40. لكن في الشوط الثاني لعيبه البرازيل اداها بتحسن نوعا ما، وبيضيعوا كذا كره قدام الجون. لكن ليفاجوفيتش حارس كرواتيا شال كتير برضه، وبعدها بيوصلوا للوقت الاضافي عشان البرازيل تسجل اول جون في نهايه الشوط الاضافي الاول. وبعدها في الشوط الاضافي الثاني كرواتيا بتخبط التعادل، وكانت كره خزعبليه كده خبطت في رجل الولا ماركينيوس ودخلت الشبكه. وبيوصلوا بعدها لضربات الجزاء عشان كرواتيا تكسب 4-2. ودي كانت بمثابه مفاجاه ودهشه وانبهار للعالم كله. انت واصله لك البرازيل خرجت ازاي؟ المرشح الاول للبطوله يخرج من دور الثمانيه؟ الناس كانت هتتجنن يا جدع. وده كان ممكن تحذير للارجنتين بان الكره ملهاش عزيز، وممكن حلم ميسي اللي بقاله سنين بيعمل فيه يتبخر في لحظه. ننط على الماتش اللي بعده، الارجنتين وهولندا. هولندا لها حق عند الارجنتين من سنه 2014 وبالظبط يعني من مونديال البرازيل، وده كان بسبب ان الارجنتين خرجت هولندا من دور نص النهائي بضربات الجزاء برضه. الماتش ده بالمعنى الحرفي كان مجزره بمعنى الكلمه، لان الماتش ده طلع فيه 14 كارت اصفر للفريقين، والرقم ده ما حصلش من حوالي من 2006 وبالذات من مونديال المانيا. وبماتش برضه كان بيجمع ما بين البرتغال وهولندا، وطلع في الماتش ده 16 كارت اصفر و4 كروت حمراء. انت متخيل يا جدع؟ ومنعا يعني ان انت تروح تدور، الماتش ده خلص لصالح البرتغال 1-0. نرجع لموضوعنا المهم، الارجنتين كانت كسبانه 2-0 كده، الدنيا عنب العنب لحد الدقيقه 83 هولندا تسجل الاول. لكن قلنا ايه يعني؟ الارجنتين هتحافظ؟ يا عم تحافظ لغايه الدقيقه 90، ما عادش غير بتاع 10 دقايق. لكن في الدقيقه 90 بيجي فاول لهولندا، وبيلعبوه بطريقه غريبه كده ما اتلعبتش من مونديال 98. ومع التذكير ده كان مونديال فرنسا. معلش يا اسطى بس بنشط لك الذاكره. المهم بكره الفاول دي هولندا بتسجل التعادل، ودي كانت بمثابه رعب للارجنتين كلها، لان في ظرف 10 دقائق هولندا اتعادلت. وبالتعادل ده ممكن لعيبه الارجنتين تتهز معنويا، لكن لعيبه الارجنتين في الوقت الاضافي حاولوا يخفوا الكلام ده وقدروا يمسكوا نفسهم، وكمان مسكوا كره على هولندا وجابوا كره في العارضه، وده ثبت الشكل المعنوي والنفسي عندهم بشكل كبير لحد ما بيوصلوا لضربات الجزاء. الارجنتين كعبها عالي على هولندا في ضربات الجزاء، لكن هولندا مقدمه اداء ممتاز مع لويس فانغال، واكيد فانغال عامل حسابات اللحظه دي كويس جدا. لكن تركيز لعيبه الارجنتين كان اعلى في التسديد، عشان كده يكسبوا هولندا في ضربات الجزاء 4-3، وبكده الارجنتين تطيح بالهولنديين بره المونديال. والله ما صعبان عليا قد شغل الراجل الكباره الكبير ده اهو، عمل شكل واداء لمنتخب ملوش هويه بقاله سنين. ننط على الماتش اللي بعده واللي كان ما بين المغرب والبرتغال. طبعا كل ما قدمه المغرب في الماتش ده كان انجاز واعجاز، لان البرتغال مش من الفرق السهله اللي انت تخرجها بالطريقه دي، ودي كانت ضربه موجعه جدا لرونالدو، لان ده اخر كاس عالم هيشارك فيه، او ممكن نقول على الورق ان ده اخر كاس عالم رونالدو هيشارك فيه، لكن كان الواقع احنا ما نعرفش الراجل ده ممكن يعمل ايه. بس لو جيت للحق المغرب اللي عملته ده طبيعي بشكل كبير جدا. هتقول لي انت هتستظرف في حد بيكسب البرتغال كده بشكل طبيعي وكمان من شمال افريقيا؟ هقول لك يا صديقي طبيعي، فرقه تعبت واجتهدت بقالها سنين. غير كده كمان المغرب بتضم اقوى قائمه لعيبه في افريقيا كلها، و90% منهم بيلعبوا في اسيا واوروبا. غير كده المغرب على مستوى الدوري المحلي قويه جدا، ولازم على الاقل فريق مغربي كل سنه بيبقى في نهائي افريقي. غير كمان ان هم بيمتلكوا مدرب مكافح بمعنى الكلمه، ولسه مفيش 6 شهور كسبان دوري ابطال افريقيا مع الوداد، ويعتبر وليد الركراكي افضل مدرب في افريقيا لسنه 2022. تلخيصا للكلام ده كله، وصول المغرب لنص النهائي ما كانش مجرد صدفه نهائيا. ننط على الماتش اللي بعده واللي كان ما بين انجلترا وفرنسا. على الورق الماتش ده اقوى ماتش في دور الثمانيه، وبدايته حتى كانت بدايه سخنه، لان في اول تلت ساعه فرنسا بتسجل الاول، وطبعا دي كانت مفاجاه وصدمه بالنسبه للانجليز. لكن الانجليز ما استنوش كتير، كانوا بيهاجموا فرنسا من جميع الاتجاهات، كان سلاحهم الاول والاخير هو هاري كين فقط. وممكن على فترات كده نشوف الولا بلينجهام او راشفورد او ماونت، اي حد من دول، بس كان الاول والاخير هو هاري كين، مفيش غيره. هاري كين كان في ايده ان يعمل ماتش عمره في كاس العالم، وبالذات بعد ما سجل التعادل من ضربه جزاء للانجليز. ساعتها الفرنسيين بيبداوا يتحروا شويه من ضغط الانجليز، والماتش بيكون فيه هجوم متبادل من الفريقين، ممكن نقول هجمه هنا وهجمه هنا.
لحد ما الولا جيرو، الواد ده فاجر فاجر، الولا من هو وضع مائلا كده شاط الكرة برجليه. لولا الولا بيكفورد بتاع انجلترا كان زمانها بتزغرط في الشبكه. وصادت بيكفورد جامده الصراحه، جامده، ودي كانت بمثابه تحذير للانجليز، بس هم ما خدوش بالهم، لانها بعدها بكام دقيقه بالظبط اتضح ان الكرة بتاعت جيرو كانت بروفا، وعملها تاني وسجل الجون لكن بدماغه المره دي. بعد ما جيرو فرقع الكرة بدماغه وبقى الماتش 2-1 لصالح فرنسا، ومع اخر 10 دقايق من الماتش الانجليز بيجي لهم ضربه جزاء تانية. اظن ان مفيش حظ احسن من كده، لكن هاري كين بيطوعها بشكل غريب جدا في المدرجات. لو يا راجل لو عايز تضيعها مش هتضيعها كده. وبيخلص الماتش 2-1 لصالح فرنسا، وكده يكون نص نهائي فرنسا تقابل المغرب وكرواتيا تقابل الارجنتين. الصراحه ماتش كرواتيا والارجنتين ده كان خارج التوقعات. ازاي كرواتيا تخسر 3-0 في نص النهائي؟ سيبك انت من ان هم اصلا في كاس العالم ده ما كسبوش غير ماتش واحد. والله ماتش واحد، صعدوا نص النهائي وكسبوا ماتش واحد بس، كان ماتش كندا في دور المجموعات. غير كده مفيش، هم وصلوا نص النهائي بالماتشات كلها تعادلات. غير كده ان الارجنتين كان لها حق قديم عند كرواتيا من مونديال 2018 وكان يلزم رده، وده كان انسب وقت للانتقام. وطبعا سكالوني مدرب الارجنتين كان اسعد واحد في الماتش ده، لان اختياره لبدايه الفيراس بدايه الماتش كان ريسك نوعا ما، وبالذات كمان ان الماتش ده حاسم في تاريخ ميسي، وطالما قلنا تاريخ ميسي يبقى تاريخ الارجنتين كله. ولو الفيراس ما قدمش المطلوب كان هيبقى كارت واتحرق، وكانت ثقة الجماهير هتقل فيه بشكل كبير جدا. بس اللي حصل واللي كان عكس المتوقع، او اللي مش عكس المتوقع، اللي ما كانش حد متوقعه، ان الواد ده تحس ان هو كان محروم كوره. الواد خلى دفاعات كرواتيا ما تنفعش بنص جنيه، كان عامل فيها شوارع باسمه. بس الليله دي كملت بعد الجون الثالث. انا خلاص والله يا ابني بطلت انبهر بيك. المفروض بعد الجون ده مدافعين كرواتيا يبطلوها واشتغلوا بتوع خراطه. وبعد معركه دامت 90 دقيقه الارجنتين تكسب كرواتيا في نص النهائي 3-0. ننط بعدها على الماتش الاخير من نص النهائي، فرنسا والمغرب. بجد والله المغرب قدمت افضل كوره ممكن نشوفها للعرب في تاريخ كاس العالم. لولا البدايه الوحشه اللي لعبت المغرب كان ممكن الماتش ده يكون في اتجاه تاني. دلوقتي اعرف الحظ ابن الهرمه ده فين بس وامسكه. ممكن بس سؤال والله، احنا ليه كعرب ما بيكملناش فرحه؟ يعني عم افتكر كده في كاس القارات 2009 مصر كان قدامها 3 اختيارات وتصعد. ده طبعا مالوش دعوه بالماتش ده، بس انا بديك يعني نموذج. مصر كان قدامها فرصه في الصعود انها تخسر 2-0 او تتعادل او تكسب. يعني من الاخر ربك كرمك من جميع الاتجاهات يا جدع، تخسر انت 3-0. يعني مش عارف التاريخ بقى هو اللي بيعاندنا ولا احنا اللي بنعنده، ما نعرفش. المهم، ويعني برضه في ضربة جزاء مشكوكة للمغرب بس مش عايزين نتكلم، ملناش دعوة. وطبعا كعادة الفرنساويين ماشيين بمقولة انتش واجري. هما نتشوا الجون الاول وجابوا كرة في العارضة ونتشوا الجون الثاني. غير كده هجمات مفيش نهائية، وطول الماتش منكمشين في الثلث الاخير من ملعبهم. سوء التوفيق كان موجود في كذا كرة مع المغرب، بس ده ما يمنعش ان المغرب عملت ماتش للتاريخ على المفروض بطل العالم. ويعتبر جونين فرنسا دول جونين ساذجين جدا، اجوان بتيجي في الزحمه كده ولا كاننا بنلعب خماسي. لكن ده الواقع يا عزيزي وما نقدرش نغيره. وطبعا تحيه كبيره جدا للاعيبه المغرب على البطوله دي، بجد 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 شرفتونا. وبسبب اللي عملته المغرب ده ثقه وطموح العرب في كاس العالم هتكون بلا حدود، وده ممكن نشوفه في كاس عالم 2026 بتاع امريكا والمكسيك وكندا. وهنا تكون نهايه الحلقه. اذا عجبتك الحلقه انزل على اللايك والسبسكرايب والكومنت، وقول لنا عايز تعمل عن ايه الحلقه الجايه. سلام.